level 6. وأفضل قبل ما تبتدي تقرا في level 6 إنك تراجع على كل اللي فات، وبعدين دي هتبقى level 6 في حاجات بسيطة خالص لكن مكملة للي فات، فكل اللي فات مع level 6 يكملوا بعض. لكن يستحسن دايما قبل الدخول في أي level من هنا ورايح من 6 فما فوق إنك تراجع على كل اللي فات وتتقنه جدا. دلوقتي هندرس الأسئلة questions وإزاي نعمل أسئلة. هنعمل أسئلة باختصار بطريقتين. أولا باستخدام الأفعال be وhave وdo، وكان معاهم طبعا will وshall، وده شرحناه كله في اللي فات. نمرة 2 لعمل أسئلة بنستخدم كثير من الكلمات اللي في الجدول اللي جاي ده، وهم نمرة 1 why، النطق why ومعناها لماذا، وبناخد مثال why did you do this، ليه عملت كده. أعتقد إن المعاني المفروض إن اللي يوصل لليفل 6 يكون سهل عليه إنه يقدر يفهم معاني أي سؤال أو أي جملة، إلا طبعا لو احتاج يطلع كلمة ولا أكتر من القاموس، دي حاجة عادية، مفيش إنسان بيستغنى عن القواميس خالص مهما كان مستواه كويس. Number 2 how، كيف، how can this be. who من للعاقل للإنسان يعني. why who are you مين أنت. what ماذا لغير العاقل للشيء what is this إيه ده. where للمكان أين where is my book. when متى للزمان when is he coming هيجي إمتى. whose لمن هذا whose pen is this القلم ده بتاع مين. whom لمن للعاقل هم لمن للعاقل طبعا في حالة المفعول. whom did you give it to اديته لمين شخص. how much number 9 how much كم للأشياء التي لا تعد الحاجات اللي ما بتتعدش. how much does it cost تتكلف قد ايه. how many للحاجات اللي بتتعد. how many pens do we have الأقلام احنا بنقدر نعدها. how long الوقت طوله قد ايه كم من الوقت. how long will it take to do it هتاخد منك وقت قد ايه عشان تعملها او هتاخد وقت قد ايه عشان تعملها. can هل اقدر او هل يقدر. can I lift this up هل اقدر ارفعها. may ممكن هل ممكن. طبعا may لو في السؤال بتبقى هل ممكن، لكن may عادية في الكلام العادي بتبقى ممكن. may I go out هل ممكن اروح برا اخرج. و should برضو هل من المفروض كذا. should we wait for him هل المفروض ان احنا نستناه. طيب وبناخد الاجابات ستكون كالآتي بنفس ترتيب الأسئلة. يعني إجابة سؤال نمرة 1 اللي هو why did you do this في الجدول إجابته هنا برضو نمرة 1، وإجابة سؤال نمرة 2 هنا نمرة 2، وهكذا. السؤال نمرة 1 بيقول why did you do this عملت دي ليه، فبنقول we did this. طبعا هنا you بقى بالبلورال بدام الإجابة بوي فيبقى you كان المقصود بها بالبلورال. we did this to save his life أو we did this because we had to احنا عملنا كده عشان ننقذ حياته، او عملنا كده علشان كان المفروض ان احنا نعمل كده، كان علينا يجب علينا ان نفعل هذا. طيب السؤال الثاني how can this be هنقول that's what happened هو ده اللي حصل. نمرة 3 who are you من انت، فممكن واحد يجاوب باسمه طبعا I am مدحت انا فلان. the manager انا فلان مثلا المدير او السكرتيرة او الى اخره. وطبعا المعاني واضحة والكلام واضح ما فيهوش جديد، فكل سؤال نشوف إجابته وكل واحد يحاول كنوع من التمرين يدي إجابة مختلفة كمان عن الموجودة. طيب والهومورك answer the following questions. السؤال نمرة 1 في الجزء الأولاني من الهومورك بيقول how many books does she have. طبعا عشان does حطينا have، لكن she أصلا بتاخد has، ففي الإجابة هنقول she has وهاو ماني للحاجة اللي بتتعد، فممكن نقول 7 مثلا أو 10 أو أي رقم. She has 7 books. What time is it now دي كنا خدناها في التايم في الليفلز الأولى. بنقول the time now is
مثلا 7 o'clock أو 7:30 أو 7:20 أو ممكن نقول على طول it is now 7:30. طيب whom are you talking about؟ تتكلم عن مين؟ اليو هتتحول لI وهنا are دي present. طبعا هو present continuous بس احنا لسه ما خدناش التنسز، فاليو بتاخد are في السؤال، لكن في الإجابة I هتاخد am. I am talking about فلان أو فلانة. What is in your hand؟ اللي في إيدك، مثلا my book أو أي حاجة. Where are the bags؟ فين الشنط؟ ممكن ندي أي إجابة، ده سهل لأن where دي للمكان، أين للمكان. طيب الجزء الثاني من الهومورك بنقول in your homework copybook write 14 questions. اكتب 14 سؤال. احنا خدنا 14 كلمة بنعمل بيهم أسئلة، اكتب من بيهم 14 سؤال using each question word in each one. كل كلمة من دول هتحطها في سؤال and answer them with every possible answer. كل إجابة ممكنة، لو في yes و no هتجاوب ب yes و no، لو في احتمالات أكتر كل ما هتجاوب أكتر كل ما هتتمرن أكتر. الصفحة التالية علامات الوقف أو punctuation. نمرة 1 بنقول نأخذ معها الكابيتاليزيشن، أي متى نستعمل الكابيتال letters. ومن أهم الكلمات والحالات التي تستخدم فيها الكابيتال letters يعني هي كل أيام الأسبوع والشهور، دول قلناهم قبل كده، والأعياد وأسماء الأشخاص والدول والجنسيات. وطبعا معروف دايما كل أول حرف في الفقرة أو في الجملة الجديدة بعد النقطة، والنقطة يعني فول ستوب أو period. وفي بداية الكلام الذي بين الأقواس الصغيرة برضو بنستخدم أول حرف فيها capital. وكمان الكابيتال بيستخدم في أسماء الشوارع والفنادق والنوادي والهيئات والجامعات والألقاب والرتب إذا ذكرت مع اسم صاحبها أو مع المسمى، مثل The Sheraton Hotel. هنا هوتيل أخذت كابيتال اتش لأنها معها اسم الفندق اللي هو الشيراتون. شيراتون بالكابيتال اس والهوتيل هنا بالكابيتال. لكن لو قلنا مثلا we went to the hotel، هوتيل هنا ما بتبقاش كابيتال الاتش، بتبقى سمول عادية لأن ما معهاش اسم الهوتيل اللي هو شيراتون أو أي اسم تاني. ادي المقصود بالجزء الأخير ده. وبنقول كمان الكابيتال بيبقى فيه العناوين، أي كلمة في أي عنوان أكتر من 3 حروف يبقى أول حرف فيها كابيتال، بالإضافة طبعا لأول كلمة. فهنا ذا عشان دي أول كلمة خدت كابيتال، بلورال عشان عدد الحروف فيها أكتر من 3 حطينا البي كابيتال، وأوف لأنها أقل من 3 ما حطيناش كابيتال، وناونز أكتر من 3 حطينا كابيتال. نمرة 2 في علامات الوقف هي الكوما، الفاصلة. بنقول طبعا زي في الفصل العربي هي نفسها في الإنجليزي، بتوضع أساسا للفصل بين كلمات أو جمل قصيرة متوافقة أو متسلسلة ويصلها حرف عطف. فبقول مثلا I bought bread وميلك وهاني and grapes. في العربي ممكن أقول و لكن في الإنجليزي بحط الأند في الآخر خالص. أنا اشتريت كذا 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 وكذا، لكن بين الكلمات بحط الكوما هنا. وبعدين بين جملتين ممكن أحط جملة لو جملتين متسلسلين أو مكملين لبعض، بقول if you are right I am wrong. لو أنت صح أنا غلط. نمرة 3 في علامات الوقف اللي هي الفول ستوب أو البيريود اللي هي النقطة. بقول تستعمل أساسا في نهاية الجمل أو عند انتهاء معنى معين زيها بالظبط زي في العربي. وبتستخدم كمان مع initials. كلمة initial يعني أول حرف في اسم أو في كلمة أخرى، وفي الابريفيشنز الاختصارات. فمثلا هنا the YMCA كل حرف من دول الواي والام والسي هو أول حرف من كلمة أو من اسم، فبيتحط بعده النقطة برضه. نمرة 4 في علامات الوقف البانكتويشن اللي هي علامة الاستفهام واللي هي الكويستشن مارك، وممكن برضه نقول عليها interrogation mark، وتستخدم طبعا بعد الأسئلة. النداء والتعجب exclamation mark، وتستخدم في حالة النداء أو التعجب باين من اسمها، وهي في حالة التعجب بتجعلنا نميز المقصود من الكلام عنه في الأسئلة، لأن صيغة الكلام أو نبرة الصوت بتكون أصلا شبيهة بالأسئلة لكنها طبعا مختلفة. فهنا مثلا بنقول what a beautiful watch،
تختلف عن لما واحد بيسأل بيقول what is this، لكن هنا what a beautiful watch، ايه الساعة الجميلة دي. صحيح هي نفس الوات، لكن هنا في آخرها exclamation mark والتانية طبعا كسؤال. نمرة 6 القوسين اللي هم البراكتس أو parentheses، ويستخدمان لتحديد أو حصر الكلام المقصود، دي بتبقى المفروض معروفة. والنقطتين اللي هم الكولن بيوضعان قبل سرد لقائمة معينة أو قبل شرح أو قبل إعطاء أمثلة لتوضيح شيء. فمثلا لما أقول أنا اشتريت I bought نقطتين كذا 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 كذا، ممكن أفصل بينهم بالكومة زي ما شفنا، وفي الآخر بقول and. الهومورك بنقول write a paragraph of at least 3 lines using all possible punctuation. انت دلوقتي اول مرة هو تاخد واجب انك انت تكتب فقرة من نفسك، لانك خدت verbs وخدت nouns وخدت حاجات كتيرة تساعدك في كتابة الباراجراف، واكتب فيه استخدم فيه كل علامات الوقف الممكنة. علشان كده قلنا قبل level 6 قبل ما نبتدي فيه يستحسن تكون اتقنت كل اللي فات. طيب الصفحة اللي بعدها علامة الملكية للأسماء اللي هي الأبوستروف، اللي هي الكومة بس من فوق، فاصلة كده بس من فوق، دي اسمها أبوستروف. بنقول أي استخدام علامة الأبوستروف أي استخدام علامة الأبوستروف لملكية شيء لشخص أو أشخاص أو أشياء لشخص أو أشياء لأشخاص، مثل The boy's book كتاب الولد، أو يعني الكتاب بتاع الولد. هنا الأبوستروف اس دي بتاعة الملكية، عشان كده اسمها علامة الملكية للأسماء. بوي ده اسم والبوك ده بتاعه فده ملكه، فيبقى the boy's book. ممكن أقول طبعا the book of the boy، بس الأصح أو الأحسن the boy's book، لأن of هنشوف بتستخدم للأشياء. المهم الجزء الثاني بنقول في حالة الجمع الذي آخره اس، الجمع احنا عارفين بياخد اس سواء اس أو اس أو أي اس، بنضع علامة الأبوستروف بعد الاس. بنقول the girls food الأكل بتاع البنات، هنا girls كذا بنت، يبقى الاس دي أصلا بتاعت البلورال، فحطينا علامة الأبوستروف بتاعتها دي الكومة الفاصلة الفوقانية دي حطيناها بعد الاس. طيب لو شيء ملك شخصين أو أكتر مع بعض بنضع العلامة مرة واحدة في الآخر. فهنا بنقول مثلا ميري اند ماجديز كار، العربية دي بتاعت ميري ومجدي الاتنين مع بعض. لكن لو ميري عندها عربية واحدة ومجدي عنده عربية يعني عربية مختلفة بتاعت ده عن بتاعت دي، بنقول اهو ميريز اند ماجديز كارز. وطبعا برضو لو كذا عربية بتوع ميري ومجدي بنحط الاس واحدة بس، ميري اند ماجديز كارز هي. اوكي النقطة اللي بعدها، لكن لو شيء تابع لشيء، حاجة تابعة لحاجة، لا نستخدم علامة الأبوستروف بل نستخدم of، ودي قلناها دلوقتي من شوية في أول نقطة. بنقول مثال the leg of the chair، رجل الكرسي، ما بنقولش the chair's leg، لا. ولكن هناك استثناءات قليلة، مثل A في بعض الأماكن وB مع بعض الاصطلاحات خاصة بتاعة الوقت. صحيح الوقت والمكان دول أشياء لكن بياخدوا الأبوستروف اس، فبنقول مثلا بالنسبة لأول نقطة الأماكن اللي هي A، بنقول Egypt's largest city is Cairo. Egypt ده شيء مش إنسان، مصر شيء، فبنقول Egypt's largest city is Cairo، يعني أكبر مدينة بتاعة مصر هي القاهرة. وبرضو the city's old cinema was renewed last month، السينما القديمة بتاعت المدينة اتجددت آخر شهر. طيب بالنسبة لبي اللي هي some expressions of time، بعض اصطلاحات الوقت، بنقول a night's rest، راحة ليلة، أنا هرتاح ليلة، الليلة بتاعت الراحة بتاعت الليلة اللي فاتت دي كانت كفاية ريحته مثلا. 3 hours travel، سفر أخذ 3 ساعات. a week's vacation، أجازة أسبوع. طيب نوتة بين ملحوظة، الأن بي دي يعني ملحوظة. with some common nouns like، مع بعض الأسماء الشائعة أو المعروفة زي
كلاس مثلا او سكول او فارم او الحاجات اللي بتستخدم كتير ما بنستخدمش لا الابوستروف اس ولا كلمة of، بنقولها كده وبتبقى معروفة ان دي بتاعت دي. بنقول the class teacher يعني المدرس بتاع الفصل، او a farm girl البنت اللي هي في الفارم في المزرعة دي. وبنقول برضو يوجد ايضا استخدامات اخرى لعلامة الابوستروف غير الملكية، وذلك مثل استخدامها في اختصارات verb be او have مع البروناونز، والاختصارات دي بتتسمى contractions. contractions دي اختصارات الverb be وهاف، وفي الابريفيشنز اختصارات كلام عادي لو كلمة واحدة بختصرها لنصها مثلا زي كمبيوتر ممكن اكتبه comp وهكذا. لكن هنا contractions زي I am بقت I apostrophe am. الواجب ترجم إلى الإنجليزية هذه كتب مريم. كتب هنا plural وهذه غالبا بتبقى للقريب فبنقول these، لكن لا يكتب those طبعا مش غلط. these are Mary's books. هذا بيت ذكي ومنى، البيت واحد لذكي ومنى فيبقى this is ذكي and Mona's house. حطينا الابوستروف اس في الاخر بعد الاثنين. طبعا لو هقول this is Mona and Zach is house هتبقى صح برضو، لكن المهم الابوستروف بعد اخر واحد فيهم. this is Mona and Zach is house. رجل الترابيزة يبقى زي ما قلنا the leg of the chair، هنا هنقول the leg of the table. اوكي طيب احنا كنا في level 1 خدنا قواعد نطق بعض الحروف. هنا في جزء صغير مكمل اللي هي حرف الاس، ازاي برضو في نطقه في كام قاعدة هنا أجلناهم من الأول علشان حطيناهم هنا عشان بتناسب القواعد دي بتناسب الظروف اللي احنا فيها أو الحاجات اللي بندرسها دلوقتي. فمثلا بقول في 3 حالات، الحالات اللي جاية دي الجمع البلورال، وبه المفرد الغائب للفعل المضارع اللي هو الثيرد سينجلر اللي هم الهي والشي والإت بالأفعال اللي معاهم طبعا، وجيم صيغة الملكية الأبوستروف دي. الاس بتتنطق زي السين، بتتنطق سين مع الكلمات اللي اخرها او اخر حرف فيها بي او تي او كي او اف او اتش او اس. مثل بالنسبة للالف اللي هو الجمع البلورال بنقول كاتس، ما بقولش كاتز، لا بقول كاتس علشان اخر حرف في كات هي تي من الحروف اللي قدامنا هنا اللي هي البي تي كي اف اتش اس، فكات اخر حرف منها تي، جينا نجمعها الاس بتاعتها اتنطقت سين تبقى كاتس. طيب ب هي اهو الثيرد سينجلر اللي هو هي، الفيرب اللي بعده work وورك ده بينتهي بكي فالاس اللي بعده بتبقى بتتنطق سين مش زين، بقول هي works ما بقولش هي works، لا هي works هو يعمل. جيم اللي هي حالة الابوستروف مدحت، مدحت اخر حرف فيه تي يبقى برضو بقول مدحت's بوك، مش مدحت's بوك، لا مدحت's بوك كتاب بتاع مدحت. لكن بتتنطق زين بقى الاس مع اي كلمة تنتهي باي حرف غير الحروف السابقة. فمثلا بالنسبة لألف الجمع البلورال بقول بيدز ما اقولش بيتس، بيدز سراير. وبه بقول he says ما بقولش he says. وجيم بقول ماجدز بن ما بقولش ماجدز بن زي مدحت's بوك، لا هنا ماجدز بن قلم بتاع مجدي. الصفحة اللي بعدها الأسماء التي تعد والتي لا تعد، الكاونتبل والuncountable nouns. countable تتعد وun دي prefix سابقة بتتحط قبل countable تديها معنى النفي، خدناها تقريبا برضو في level 2. الجدول مقسوم نصين، النص الشمال countable nouns حاجات تتعد، والنص اليمين حاجات لا تعد uncountable nouns. الحاجات اللي بتتعد هقراهم ومعانيهم موجودة. job ممكن أقول jobs، house ممكن أقول houses، كلها ممكن تتحط في البلورال. group computer apple orange girl animal company project book bottle. والحاجات uncountable على اليمين النص اليمين بنقول blood gold engineering information advice milk silver music air smoke bread water.
ولاحظوا هنا ان اخر سطرين في الجدول في الجزئين اليمين والشمال، اخر سطرين احنا كاتبينهم بالايتاليك معوج شويه، وهنشوف ليه دلوقتي بس لما نوصل لها. بنقول تحت الجدول بقى استخداماتهم في جمل مع there are و there is ومع here are و here is بيكونوا كالآتي. there is an apple. apple خلي بالكم في الجزء الشمال مكتوبة بالإيتاليك، وأورانج مكتوبة بالإيتاليك بالمعوج، يعني الخطوط الحروف مايلة شوية. ليه؟ لأنهم حاجات بيتعدوا، فبقدر أقول there is an apple. وعلى اليمين بقول there is some milk. الميلك ما بيتعدش، برضو مكتوب خلوا بالكم في النص اليمين من الجدول مكتوب بالمايل. ما اقدرش اقول there is a milk. is مفرد، المفروض يجي مع بعدها e او a او an، زي there is an apple. المفروض مثلا نقول there is a milk او an milk، لكن الميلك ما بيتعدش، فالحاجة اللي ما بتتعدش عمرها ما يجي قبلها a او an. بنقول there is some milk، وبرضو water مكتوبة بالمايل في الجدول، فممكن نقول there is some water. الجمع بقى بتاعهم، الجمع بتاع there is طبعا there are، والجمع بتاع here is here are. فالجمع بتاع الجملتين دول بيبقى كالآتي: there is an apple بقول there are some apples. الجمع بتاع a و an some شوية، كلمة some يعني شوية. there are some apples، وممكن أقول there are some oranges. والجمع بتاع there is some milk بقول there are some bottles of milk، لأني ما أقدرش أجمع ميلك. احنا قلنا ال uncountable nouns دول حاجات ما لا تعد وبالتالي ما بتتجمعش. فزي bread زمان قلنا ما أقدرش أحطها في الجمع، لكن لازم أحط قبلها مثلا loaves of bread، أرغفة من العيش. هنا برضو there are some bottles of milk أو cups of milk وهكذا. وبرضو there are some bottles of water. أوكي؟ طيب نلاحظ هنا أن الأسماء التي تعد تأخذ there is في المفرد وتأخذ there are في الجمع. أما الأسماء التي لا تعد دايما بتاخد there is، إلا لو أضفنا اسم بعده مثل bottles. يعني هنقول there is some milk، لكن ما نقدرش نقول there are some milk وتبقى كده جمع، لا there are some bottles of milk. أما بالنسبة للأشياء التي تأتي مع كلمة pair مثل glasses، فتكون الجمل كالآتي: there is a pair of glasses. وبرضو زي glasses في trousers وshoes وsocks، فممكن نقول there is a pair of trousers أو there is a pair of shoes أو there is a pair of socks. وكل مقصود بها جزء من الشرابات أو من الجزم أو بنطلون أو نظارة واحدة. والجمع بتاعها يبقى there are some pairs of glasses. يعني اللي اتجمع مش glasses، لأن glasses هي في المفرد وفي الجمع. اللي اتجمع حطينا بدل a some وبدل is are، وpair هي اللي بقت pairs، الباقي زي ما هو. ومن الممكن في كل ما سبق أن نضع here is بدل there is، ونضع here are بدل there are، بيخضعوا لنفس القواعد ويكون كل شيء كما هو. fill in the blanks with suitable words. املأ أماكن الفاضية دي بالكلمات المناسبة. some pens number 1، يعني some pens دي countable، حاجة بتتعد، وفي البلورال فطبعا حطينا قبلها some، وبما انها في البلورال وفي some يبقى بنحط يا اما there are يا اما here are، الاتنين صح. number 2 a ruler، واحدة بس، والرولر دي بتتعد، فيبقى نقول there is a ruler أو here is a ruler. طيب number 3 there is وsocks، قلنا socks لازم يجي بعدها a pair of، لأن there is مفرد، is دي مفرد مش there are، لو are كانت هتبقى جمع، ف there is a pair of socks. لو كانت there are كنا هنحط some pairs of socks، لكن هنا there is a pair of socks. number 4 here are، هنا بقى في الجمع أهو here are some pairs of trousers. وبنقول يوجد بعض الأسماء
التي قد تستخدم countable وأيضا في نفس الوقت uncountable، وذلك مثل hair شعر. فممكن نقول ايه hair شعراية، وممكن نقول شعر جميل beautiful hair ما بيتجمعش، الشعر ما بيتجمعش، هو كده beautiful hair، وممكن ايه hair شعراية. ويوجد أيضا بعض الأسماء التي لا تعد في الإنجليزي لكنها تعد في بعض اللغات الأخرى مثل advice نصيحة، احنا بالعربي ممكن نقول نصايح، لكن في الإنجليزي ما حدش يقول advices، لا بيقول pieces of advice، زي ما قلنا loaves of bread أو pairs of trousers أو كده بنقول pieces of advice، وهكذا كل الكلمات اللي باقية دي ما تعتبر uncountable في الإنجليزي لكن ممكن جمعها في أي لغة أخرى. furniture أساس، news خبر أو أخبار، bread وهكذا، behavior trouble traffic work luggage baggage weather information permission. أي أنه يمكن إضافة هذه الكلمات السابقة في هذا الجدول الموجود أعلى هذه الصفحة في الجزء اليمين منه الخاص بالuncountable nouns. وعلى سبيل المثال عند جمع advice أو bread نقول pieces of advice أو loaves of bread، دي قلناها. وجزء بتاع conversation لما نيجي نقول لما نيجي نودع حد saying goodbye بنودع. في الفورمال في الرسمي بنقول goodbye والرد بيكون goodbye. it was nice to meet you أو to see you، كان سعيد ان انا اشوفك او اقابلك. وبعدين I wish you the best of luck، اتمنى لك حظ سعيد، والتاني ممكن يرد يقول same for you. الانفورمال الغير رسمي اللي ما بين اصدقاء، واحد بيقول باي او باي باي او see you، والتاني برضو بيرد يا اما باي يا see you، يا keep in touch I will خليك على اتصال، والتاني بيقول له ماشي، و have a good day have a nice one، والتاني بيقول له you too وانت كمان، اتمنى لك يوم سعيد وانت كمان. في العمل بقى at work ممكن حاجة تانية، يعني حاجة تانية في الشغل غير saying goodbye غير الوداع. في الشغل ممكن واحد يقول للتاني excuse me are you busy لما يكون عايز يكلمه بيقول له بعد اذنك هل انت مشغول، فالتانية بتقول له او بتقول لها oh hi ماري، بتقول للماري اهلا ازيك يا ماري I'm not working right now انا مش بشتغل دلوقتي I'm just reading the newspaper come in انا يا دوبك بقرا الجرايد فتفضلي، في وقت الراحة بتاعتها بتقرا الجرايد، ف عايزة يعني بتقول لها اتفضلي انا مفيش مشاكل. البروناونز الضمائر كنا في ليفل 1 خدنا يا دوبك بس البيرسونال بروناونز ومش كلهم، كنا خدنا الاي واليو والهي والشي والات والوي واليو والزي. دلوقتي هناخد كل البروناونز احنا جمعناهم كلهم في جدول واحد. في الكتاب ده كله ماشيين بنظام التجميع اكبر قدر ممكن من المعلومات في جدول واحد علشان يبقى فيه مقارنة وعلشان يتبسط الموضوع تماما ويبقى الانجليزي كله ملموم، وهو الحمد لله بنعمة ربنا عملناه في سي دي هاية واحدة ويبقى سهل وملموم ومحدش يحس انه كبير ولا صعب ولا حاجة. الانجليزي ده من اسهل اللغات، بس طبعا عايز تمرين وتكرار، والكل ليفل يتسمع 3-4 مرات على الاقل، وبعد ما اخلص كذا ليفل مع بعض اراجعهم كلهم مع بعض، وبعد ما اخلصهم كلهم للاخر ارجع اخش من الاول وهكذا واحل تمارين من كتب تانية مفيش مانع، لان هنا التمارين قليلة بقدر ما تفيدنا بس وتفتح ذهننا وتساعدنا على الدخول على اي كتاب بدون اي قلق. طيب هنا الجدول متقسم لو نلاحظ 3 أقسام. قسم الشمال فيه جزئين، والقسم اللي في النص فيه جزئين، والقسم اللي على اليمين جزء واحد لكنه حاجتين برضو هنشوف دلوقتي. الجزء اللي على الشمال قلنا البيرسونال بروناونز الضمائر الشخصية. الضمائر الشخصية دي جزئين، الجزء الشمال before the verb قبل الفعل، والجزء اللي على اليمين after the verb بعد الفعل. يعني هنا اللي هم before the verb اللي هم قلناهم قبل كده الاي واليو للاخر بقول I eat انا باكل، يبقى هنا الفعل جه بعده، هو جه قبل الفعل. لكن ال after the verb هم me
بتيجي بدل الاي، واليو بدل اليو، والهيم بدل الهي، والهير بدل الشي، والإيت بدل الإيت، والأس بدل الوي، واليو بدل اليو، والذم بدل الذي. يعني مثلا لما أقول he gave me the book، he أهي ده الضمير البيرسونال pronoun اللي before the verb. gave أعطى، me أعطاني، يبقى المي هنا دي بتيجي بعد الفيرب. الفيرب هو gave، الباست بتاع give، ومي هنا البيرسونال بروناون اللي بيجي بعد الفيرب. he gave me، وممكن اقلبها اقول I gave him، او I gave her، او مثلا I gave them، انا اعطيت لهم، وهكذا. او ممكن he gave us. فهمنا بقى؟ يبقى دول الحاجات المي واليو والهيم لغاية them دول بيجوا دايما بعد الفيرب ايا كان الفيرب ده. طيب الجزء الثاني من الجدول possessive pronouns، ضمائر ملكية. بتدي الملكية ومتقسم جزئين، واحد with nouns مع أسماء، وواحد without a noun بدون اسم. فالجزء اللي هو with nouns بقول my book كتابي أنا، الماي برضو طبعا مع الآي، واليور مع اليو، والهيز مع الهي، وهكذا. أنا بقارن كل حاجة في سطر واحد مع بعض. يبقى في possessive pronouns الجزء بتاع with nouns بقول my book كتابي أنا أخدت my. طيب كتابك يبقى your book، وطبعا كتابكم برضو هتبقى your، لأن يو هي يو فيور هي يور. كتابه his book، book ده noun، واحنا بنقول دول بيجوا مع nouns، فماي بوك او ماي pen، your book او your pen، اي حاجة اي اسم دول بيجوا قبله، وهكذا لغاية their book او their books. وممكن برضو my books، يعني سواء singular او plural مش هتفرق، المهم ان possessive nouns دول ضمائر الملكية دول بيجوا مع اسماء. طيب الجزء الثاني من possessive pronouns اللي على اليمين اللي هو الخانة اللي قبل الأخيرة في الجدول، بنقول without a noun، من غير اسم. mine حاجة بتاعتي، لما أقول this book is mine أو it is mine، هي جملة ما فيهاش noun خالص، أو كان النون بعيد عنها في جزء أولاني من الجملة، فلكن في الآخر المهم ما فيش noun لازق فيها. النون ممكن يبقى مفهوم ضمنه. الحاجة دي بتاعتي أنا، mine بتاعت I، وyours بتاعت you، وhis بتاعت he، hers بتاعت she، وهكذا. الإيت ملهاش حاجة هنا، ملهاش ضمير ملكية without a noun. ممكن يتقال eats أحيانا، لكن مش ليستحسن نحط معاها النون. فيبقى this book is mine، this book is yours، these books برضو are mine، هي يعني سواء مع مفرد أو مع جمع هي نفس ال possessive pronouns دول بيتقالوا هم mine و yours. الأس هنا بتاعت your مش plural، لا دي هي كده mine yours his hers ours yours theirs. طيب بنقول آخر جزء في الجدول على اليمين خالص في حاجة اسمها reflexive and intensive pronouns، ضمائر انعكاس وتأكيد. reflexive يعني انعكاس، جاية من reflect يعكس، وintensive تأكيد بشدة. يبقى myself بنفسي، yourself بنفسك، himself بنفسه، وهكذا. فبقول مثلا I myself did it، أنا بنفسي عملتها. وهنكمل الشرح تحت الجدول، خلي بالك من الجدول والشرح معاه. بنقول نفهم من الجدول ما يأتي. أول جزء هو الضمائر الشخصية البيرسونال pronouns التي تأتي قبل الفعل before the verb مثل I write، ثم يليها الضمائر الشخصية التي تأتي بعد الفعل after the verb مثل they gave me. ثم ضمائر الملكية possessive pronouns التي تأتي مع الأسماء with nouns مثل
This is my book. ثم ضمائر الملكية التي تأتي بدون ارتباط باسم without a noun مثل mine. It is mine. ثم ضمائر الانعكاس والتأكيد التي تأتي في صورة الانعكاس مثل I struck myself. ده هنا انعكاس، أنا ضربت نفسي. لكن بتأتي بصورة التأكيد زي ما قلناها I myself saw him. أنا بنفسي شفته. دي فيها تأكيد، أنا بنفسي بأكد إن أنا بنفسي اللي شفته، مش حد قال لي ولا حاجة. لكن الأولانية كانت I struck myself، أنا ضربت نفسي مش حد تاني ضربني يعني. طيب ولفهم استخدامات ما في الجدول أكتر بنقول جملة بقى على بعضها. I have a book. أنا عندي كتاب. My father gave it to me. بابايا ادهوني. He himself gave it to me. هو بنفسه اللي ادهوني. On my birthday. في يوم ميلادي. It was his. كان بتاعه، الكتاب ده كان بتاعه هو. It was his book but now it is mine. ولكنه الآن كتابي. اوكي. طيب جوه البرواز ده في homework ترجم إلى الإنجليزية. هو أعطاك كتابه بنفسه. He gave you his book by himself. أو he himself gave you his book. كان كتابه it was his book ولكن الآن أصبح كتابك. But now it is your book. وأنت يمكن أيضا أن تعطيها نفس الكتاب بنفسك. And you yourself أو you may give it may give her the same book by yourself أو you yourself can give it to her. ومن الضروري معرفة أن personal pronouns بنوعيه ممكن استخدامهما مكان الأسماء. فمثلا يمكن أن نقول ده بالنسبة للجزء اللي على الشمال في الجدول personal pronouns. بقول أحمد is a teacher وفي نفس الوقت أحمد and George are teachers. هنا دي مفرد ودي جمع. فبدل أحمد بشيل أحمد وبحط he. بدل أحمد is a teacher بقول he is a teacher. وبدل أحمد and George بحط they. وذا girl الجمل اللي بعدها بشيلها وبحط she. وذا cat بحط it. آخر جملتين she gave the book to Magdi. She gave the book to him. They asked Mary. They asked her. ومن المهم أن نذكر كل هذا لأن استخداماتهم كثيرة جدا. وبكده نبقى خلصنا level 6.